مسعود بولس مباشرة بعد هاد الضربات ديال البوليساريو نشوفوه عيط على صبري بقدوم السفير الجزائري، وكان حسب مصادرنا بأن اللقاء كان توبيخا للسفير الجزائري. مسعد بولس يستدعي صبري بقادوم ويبلغه بالغضب ديال الرئيس الأمريكي. السلام عليكم. والله هذه الزلاجية والمؤثرين المغاربة والإعلاميين والله ما يحشموا. تخيلوا أنه صبري بقادوم اجتمع مع كبير مستشاري ترامب مسعد بولس. لماذا في رأيكم؟ انظروا إلى تدوينة مسعد بولس التي روج لها المغاربة في هذه التدوينة التي هي بالإنجليزية ومترجمة أمامكم. يقول بأننا ناقشنا الزيارة الناجحة لنائب وزير الخارجية الأمريكي وكذلك قائد الأفريكوم، ويقول أيضا بأن هناك شراكة اقتصادية كبيرة ومتنامية بين الجزائر وأمريكا، وأيضا أن هناك أكثر من 120 شركة أمريكية تعمل الآن في الجزائر، وكذلك ناقشنا زيادة فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة وقطاعات أخرى. كما ناقشنا أيضا الوضع الأمني، لأن الجزائر هي ضمان استقرار لبلدان الساحل والصحراء، بما في ذلك مشاركة الجزائر في حل لنزاع الصحراء الغربية الذي يرضي الطرفين. يعني هذه العبارة الأخيرة هي ضربة كبيرة للمروك. يقول أولا حل نزاع يرضي الطرفين، لم يقل يرضي المغاربة بل يرضي الطرفين، يعني المروك والشعب الصحراوي. والأمر الثاني يقول الصحراء الغربية ولم يقل الصحراء المغربية.